البيشنت جيرني عندنا في اللاب. هو أنا إزاي ممكن during رحلة المريض عندي في الفرع، ماليش دعوة بقى بالعينة دلوقتي، أنا باتكلم على البيشنت، أقدر أستفيد من كل خطوة من خطوات الرحلة بتاعته دي، إن أنا أقدر أبروموت ليه تستات. المريض جوه الفرع بيمر معايا ب3 مراحل. أول مرحلة هي مرحلة الاستقبال، زميلنا الاستقبال بياخد من المريض بياناته، دي أول مرحلة. المرحلة اللي بعدها أنا كدكتور بدخل معاه أسحب منه عينة، وطبعا في تواصل بيتم بيني وبينه زي ما قلنا امبارح، وبنراجع الريكوست وبنراجع البيانات وبنراجع الأسئلة وبنعرفه على نفسنا وبنسأله عندك مشاكل من السحب ولا لأ. ففي بنبني تواصل كوميونيكيشن ما بيننا وما بين. المرحلة الثالثة وجاي يستلم نتيجته، دي لا نغفلها، دي أحد جزئيات رحلة المعاينة. بمعنى إنه المريض لما بيجي يستلم نتيجته أنا ممكن أستخدم النتيجة وأنا بطمنه عليها إن أنا أعمل له بروموشن، أيضا الابنورماليتيز اللي بتطلع في النتائج أو بالكومنتات اللي الوحدة بتبقى كاتباها. طيب يبقى في